السلام عليكم ومرحبا بكم dans une nouvelle فيديو في قناتنا قناة جيجي انسبيراسيون دي زاد مع الغدير. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية. اليوم جبت لكم واحد لاغوسات هايله بالبزاف يا البنات. لاغوسات تاع اليوم هي تاكوس ماريني بزاف هايل بلو بولي. تبعوا معايا الوصفه راح تنجح معاكم مليون في المية ان شاء الله. تبعوا فقط الخطوات ويلا نبداو بالوصفه. اول حاجه نجيبوها هي قطع تاع الدجاج تاعنا ولا صدر الدجاج لي سكالوب كيما راكم تشوفوا. جبتو بدا نقطعو شرائح رقيقه خلاص يعني باه يجي بنين ويتبل مليح كيما راكم تشوفوا البنات. نتوما تقدروا ديروه بالفيونداشي، تقدروا ديروه بالكبده تاع الدجاج، بالكبده تاع الخروف، باي حاجه تحبوها تقدروا ديروا بها. يعني هذا اختياري، انا حبيت ندير لكم تاكوس بولي راح يجي بنين بالبزاف كيما راكم تشوفوا. الدجاج. والان نروحوا للتتبيله اللي كنت حطيت فيها 3 فصوص تاع الثوم يكونوا كبار رابيتهم. عندي 2 ملاعق تاع الخل، في بلاصه الخل مستحسن نديروا القارص، انا ما عنديش درت الخل. 2 ملاعق تاع الزيت، حطيت علبه تاع ياغورت ناتور. ومن بعد رايحه نجيب الهريسه والطماطم. راح ندير ملعقه صغيره تاع الهريسه والطماطم. التتبيله هذه راح تجي بزاف بزاف بنينه ومستحسن توجدوها قبل بوقت. التوابل انا هنا كان عندي كركم، كزبر، راس الحانوت، وشويه توابل تاع الدجاج، زنجبيل، زائد الملح طبعا. نخلطها مليح. من بعد راح نحطها كامله هذاك لي سكالوب ونخليها تتبل مليح. نحركها مليح. من المستحسن كيما قلت لكم توجدوها اقل شيء 2 سوايع قبل ما ديروا لي تاكوس تاعكم. كيما راكم تشوفوه لي خليته على جنب. لهنا جبت باش نخدم خبز التورتيلا تاعي. عندي 3 كيسان تاع فرينه بما يعادل 500 غرام، وحطيت معاهم ملعقه كبيره تاع سكر، نصف ملعقه كبيره تاع الملح. المقادير هذه راهي مضبوطه يا البنات. لهنا الخل والزيت درت 4 ملاعق تاع الزيت، 4 ملاعق كبيره زيت وملعقه كبيره تاع الخل. صدقوني الطريقه هذه في تحضير تاع خبز التورتيلا راح يجي بزاف بنين. هذا خبز التورتيلا راه مختلف على خبز الشاورما، خاطر خبز الشاورما تجي فيه خميره كيميائيه، فهمتوني، راح يتنفخ. بصح هذا ما ديروش فيه الخميره الكيميائيه. الطريقه هذه راح تساعدكم افضل ما تشريو يعني تاع الواجد، لانه مهما تشريو نوعيه جيده راح تلقاوها يعني مش خير من تاع الدار. كي تحضريه في الدار احسن. لهنا كيما راكم تشوفوا جمعت الخليط تاعي بالماء، ما دافي عادي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد. راح تعجنيها مليح هذه العجينه وتلميها. كيما قلت لكم انا لهنا درت 500 غرام تاع الفرينه، خرجت لي 8 حبات تاع الخبز، يعني 8 خبزات. كيما راكم تشوفوا تحطيها فوق سطح العمل وتدلكيها مليح، يعني تعجنيها مليح حتى تحصلي على عجينه متماسكه وطريه راح تساعدكم في الخدمه، تخليها ترتاح. من بعد تقسميها ل8 قطع. كيما قلت لكم انا دارت لي 8 قطع كبار، تقدروا نتوما ديروها حتى ل10 قطع صغيره. انا هنا درت 8 قطع كبار. طيبيهم عادي، تفتحيها بالفارينه وتطيبيهم. انا لهنا راح لي المقطع اللي طيبت فيها. هنا حبيت نحضر معاكم كريمه الجبن اللي راح نديرها ب2 كيسان تاع الحليب، شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود. 2 كيسان حليب، ملح، الفلفل الاسود. راح نحرك هاد المقادير مليح. من بعد راح نزيد عليهم 2 ملاعق كبار تاع النشا. تبعوا معايا مليح البنات هذه الطريقه. راح نحرك هاد المكونات بارد في بارد، يعني ماهوش تحطي على النار الحليب من بعد تزيدي عليها النشا، راح يتعجن وراح يدير لي كروت. لهنا شوفوا كيما راكم تشوفوا البنات، جبت الفوي عادي نحرك به مليح. من بعد راح نحطها ابتي فو، يعني نقص لها خلاص النار ونبقى نحرك فيها حتى تتحصلي على واحد المزيج شويه ثقيل. ما تخليهاش تثقل بزاف، ولازم ما تغفليش عليها، مش تحطيها وتروحي، لازم تبقاي بحذاها وتحركي حتى تحصلي الخليط اللي قلت لك عليه. كيما راكم تشوفوا تجيبي لو فروماج تاعك اي نوع. انا هنا كان عندي فروماج اتارتيني برك، ما كانش عندي يعني الشيدار ولا فروماج غابي. نتوما كل ما زدتوا فيها انواع لي فروماج راح تجيكم بنينه اكثر واكثر. هذيك هي كريمه الجبن. هنا جبت الخبز تاعي تاع تاكوس كيما راكم تشوفوا. حطيت لي فخيت اللي كنت قليتهم من قبل. من بعد راح نحط شويه سلطه، هذه حاجه اختياريه، انا نشتي في لي ساندويتش لي سالاد. من بعد تحطي
لي سكالوب تاعك جاني بنين بزاف بزاف. بهذيك التتبيله راح نجيبو كريمه الجبن ونقفلو هذاك التاكوس، من بعد دهنته بشويه زيت ولا تقدروا تدهنوه بشويه زبده، وحطيته في المقله اللي طيبت فيها بعد الخبز وعاودت حمرتهم. جاني واحد تاكوس بنين بنين بالبزاف يا البنات. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه، وهذه التتبيله بالذات صدقوني وكل ما درتوها قبل راح تجيكم روعه. هذه كانت وصفتنا نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. سلام.